ازيكم؟ وحشتوني كتير. قليلين قوي في الدنيا اللي بيفهموا في الأسلحة العسكرية. ما هي تبقى باحث متخصص يا تبقى مذيعة الحرب العالمية، وانا لازم ابحث في الأسلحة عشان نفهم بقى العركة دي دايرة بايه، مطاوي ولا الكلام على حزمة ولا بيحتفوا بعض بالشباشب، عشان اعرف انقل لكم اخبار الكوكب المهبب. ما هي كده يخش اعمل كيكة ال10 دقايق، وصدقني عزيزي المشاهد مش من مصلحتك ابدا ان انا ادخل المطبخ. من كام يوم كده قريت مقال على جيروزاليم بوست بتاعتهم دي في إسرائيل، اللي هي الجريدة المعترف بيها رسميا يعني. بيقول لك دايما اعرف اي دولة في الكنافة ولا وضعها ايه من النخبة والصفوة والمفكرين بتوعها. الراجل بقى نشر خطة الحرب اونلاين، عامل PDF كده حلوة لطلبة الثانوية العامة، واخد بالك؟ كل دفعته ناجحة ما شاء الله. قال لك بقى احنا نجيب طيارة الF-35 اللي بديها لنا امريكا، ونركب فيها القنبله من اللي هي اسمها GBU، واخد بالك؟ كانت امريكا عملتها سنه 2009 كده وما ضربتش بيها حد، يعني القنبله نفسها ما اتجربتش. شكلنا هنشوف صواريخ العيد تاني. ونطلع بقى الطياره دي تعدي بقى على الاردن وعلى السعوديه وعلى العراق وسوريا، اللي فيه ليله طويله، والطيار جايب معاه سندوتشات وامه عامله له كولمان وبتاع وهيصة. اتضح ان وزن القنبله دي 14,000 كيلو، اتقل من وزن الطياره. يعني فرضا طلعت بدعاء الوالدين وتحدت قوانين الجاذبيه، ونيوتن قام من تربته تف علينا ونام تاني. طلعت الطياره مداها 2000 كيلو، المسافه ما بين تل ابيب وطهران معديه 3000 كيلو، فالطياره هتقف عند ال2000 وهتحتاج تمون. تنزل بقى في طهران فرع انذران، ولا نجيب معانا جراكن، ولا ايه رايك نمد خرطوم من تل ابيب؟ انت عبيط انا ولا مالك؟ فالطياره طبعا دي مش قادره اقول لك هيتم اغتصابها ازاي في طهران، العيله اصلا هتبيعها خرده في سوق العبور. فما تقلقش من الدولة العبيطة دي، علشان هم أصلا مبرشمين من جوه وهيضيعوا نفسهم بنفسهم. قاعدين يضغطوا على أمريكا اليومين اللي فاتوا دول. النهاردة بايدن المتوفي 6 مرات طلع تصريح قال له مع نفسك يابا، أنا ورايا ليلة تانية في أوكرانيا أنت لا تعلم عنها شيئا، فأنا مش هينفع أبعت جبهتين. عايز تكمل مع طهران مع نفسك بقى، أنا ماليش في الليلة دي، وأعلنها رسمي. فكده إسرائيل لوحدها بطيارة وقنبلة مش هتقوم ومن غير بنزين.